عودين من القرفة، مسمارين من القرنفل، 4-5 حبات من الهيل أو الحبهان. رح نحمصهم لحد ما تطلع ريحتهم. لما تطلع ريحتهم رح نشيلهم على جنب. طيب، رح نجيب حوالي 3 أكواب من الماء سخن أو مغلي براحتكم، ورح نحطهم على النار. بعدين رح ننزل البهارات المحمصة داخل المي مثل ما انتم شايفين. بعدين رح نقفل الإبريق ونخليه يغلي حوالي ربع إلى تلت ساعة لحد ما يتغير لون المي، وهي المي تستخلص كل نكهات البهارات المحمصة. شاي أسود هو الشاي الموجود بكل بيت، فيكم تستخدموه ملعقتين، رح نحطهم فوق المي كمان يغلي ويتغير لونه، ورح نحط سكر. حطوا الكمية اللي بتريحكم. هاي الوصفة محتاجة نصف كوب من السكر أو 3 معالق. حليب مبخر هو نفس الحليب العادي لكن مبخر، لهيك بيتغير لونه، لأنه السكر الطبيعي داخل الحليب رح يتغير أو رح يتكرمل وقوامه أكثف شوي. الزعفران هو اللي بيجيب صراحة طعمة شاي الكرك. الزعفران شوي غالي لكن يستحق هذا الثمن، جميل جدا. لا تتخيلوا طعمة ونكهة الزعفران. وجينا للمرحلة الأخيرة، رح نجرب شاي الكرك، بس قبل ما نجربه رح نصفيه. رح نسكبه بأي كوب موجود عنا، ورح نصفيه من البهارات ومن الشاي الأسود الموجود. بتمنى تشوفوا المقادير وتحفظوا الوصفة من زر الحفظ أسفل الفيديو، ولا تنسوا تشاركوا الوصفة مع العائلة والأصدقاء، وأكيد لازم تعملوا لنا فولو. صحتين وألف عافية.